سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يجبر، وكلنا نرى ونشاهد الذين يضربون الرجل على أنفه ووجهه ويلكمونه ويقولون قل لا إله إلا بشار، فلا تلم أهل الشام أن ثاروا غيرة على دينهم، على عقيدتهم، على كيانهم، على كرامتهم، أن يباعوا عبيدا بثمن بخس لإيران. هذا الذي جرى وحصل لبعض المسلمين. إنه عيب على مسلم يرى نفسه وإخوانه يباعون أو يسعى هذا النظام الفاشي الطاغي أن يبيعهم لإيران بثمن بخس ثم يتفرج على هذا. الحقيقة لا غرابة يوم أن تعلم أن هذا النظام النصيري أنه ينبعث من فرقة عقدية باطنية منحرفة. فالنصيرية، وأود من الإخوة المشاهدين الكثير منكم يعرف هذا، لكن لمن لم يدرك هذا نقول النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الرافضة، لأن الشيعة الحقيقيين لا يسبون الصحابة ولا يلعنون أبا بكر ولا يقذفون عائشة بالفاحشة ولا يسبون حفصة أم المؤمنين ولا يلعنون عمر بن الخطاب ولا يدعون الألوهية وصفات الربوبية لأهل البيت. الشيعة الحقيقيين هم الذين يعبدون الله على الأصول الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة. وفي مسائل الاستنباط والاجتهاد تراهم على فقه الإمام جعفر الصادق، الإمام الحبر البحر العلامة الجهبذ الذي له المنزلة والمكانة العظيمة عند أهل السنة.